بلوي واحدة من أكتر الكرتونات المحبوبة في العالم دلوقتي، بس مش كل الشخصيات بتاخد نفس المعاملة من المعجبين. في شخصيات الناس بتحبها جدا، في شخصيات فعلا مرهقة في المشاهدة، وفي شوية في النص، وده كله بيعتمد على مين اللي بتسأله. والنهاردة احنا هنتكلم عن أكتر الشخصيات المحبوبة وأكتر الشخصيات المكروهة في بلوي، وبعض الشخصيات دي هتفاجئك فعلا. يلا نبدأ بالجانب المكروه لأن بصراحة هو أكتر متعة. أول واحدة معانا أولد بيج، ظهرت في حلقة جراني موبل واللي فيها كانت عايزة تشتري سكوتر دوران المتحرك، ومن أول لحظة ظهرت فيها كانت فظيعة، كانت وقحة مع كل اللي حواليها، كسرت فنجان ورفضت تدفع ثمنه. أنا مش هدفع ثمن أي حاجة من دول. هي لمت اللوم على تشيلي وقالت على بانديت إنه تخين، وبعد كده بدأت تزعق لمفن اللي عندها 3 سنين وبتلعب بس، وبعدين في الآخر خالص بعد ما الكل عمل اللي يقدر عليه عشان يساعدها تجيب سكوتر كهربائي طلعت لهم لسانها. مع السلامة. هي واحدة من الشخصيات اللي موجودة بس عشان تكون مزعجة، وفعلا بتعمل ده بكفاءة. بعدين عندك هيركليز جرو سان برنارد اللي كان دايما بيجبر وينتون يتمدد على الأرض عشان يقدر ينط فوقيه. محدش كان عايز يلعب لعبته، محدش طلب لعبته، بس هيركليز ما كانش فارق معاه لأنه كان أكبر من الكل وكان عارف ده. ماشي، هقف هنا واعمل كده وخلاص. استغلال حجمك علشان تتسلط على العيال الأصغر منك عمره ما بيبقى شكله حلو. هو ظهر لفترة قصيرة بس وساب انطباع قوي ومش كويس، ودلوقتي هنا في واحدة بتقسم الناس أكتر مما تتوقع. تينا، الصديقة الخيالية لبلوى من حلقة الموسم الثالث اللي بنفس الاسم. ممكن تقابل تينا؟ تينا هي صاحبتنا. تينا مش باينة، هي بتسبب كمية ضرر مش معقولة بالنسبة لشخصية من الناحية التقنية مش موجودة أصلاً، ونظافتها فعلاً مقلقة. أنا آسفة. بس ريحتك وحشة. أيوة، إمتى آخر مرة أخدتي فيها شاور؟ سنانها بتقع، والمسلسل بيتعامل مع ده كأنه عادي جداً. تتجاهل النصايح وبتتخانق مع أصحابها الخياليين التانيين، وكانت مدمرة جداً في النسخة الأصلية من حلقتها، لدرجة إنه المبدعين اضطروا يعيدوا كتابة الحلقة عشان القصة تمشي. أغلب الناس اللي بيتكلموا عن تينا على الإنترنت متفقين إن مشاهدتها مستفزة، هي معمولة عشان تكون فوضوية، بس ده ما بيخليش مشاهدتها أسهل. بعد كده عندنا كوكو، البودر الوردي مش شريرة، وفي معجبين فعلا بيحبوها، بس كوكو عندها عادة إنها بتكون أنانية بطريقة معينة جدا. في حلقة فتيات البرية بتحاول تجبر صحابها يلعبوا بس الألعاب اللي هي عايزاها. في حلقة السيرك بتضغط على بلوى عشان تخلي ماكنزي يبقى جوزها في التمثيل، هي مش بتسمع لما حد يقول لأ، وده بيبقى ممل بسرعة. كونها أصغر واحدة من 9 أخوات ممكن يفسر ليه بتتصرف بالطريقة دي، بس فهم السبب مش دايما بيخلي التصرف أسهل في المشاهدة. جودو حالة مشابهة. في حلقة الفراشات جودو كانت فعلا قاسية مع بينجو، هي مش عايزة تلعب معاها، وخلت بينجو تحس إنها ملهاش أي قيمة خالص. مين صاحبتي؟ هي اعتذرت في نهاية الحلقة، بس اللحظة دي فضلت في بال الناس. كتير من المعجبين شايفين جودو مزعجة حتى في الحلقات اللي مش بتعمل فيها حاجة غلط، وكل ده بيرجع في الأساس للطريقة اللي عملت بيها بينجو في المرة دي. دلوقتي تعالوا نتكلم عن والد كلوي. هو مش شخص سيء خالص، بس هو من نوع مزعج معين، الكبار بيعرفوه فورا، مش قادر يبطل يصحح للناس. في حلقة الأخطبوط الأطفال كانوا بيلعبوا لعبة ومبسوطين، وهو وقف كل حاجة علشان يوضح إن أطراف الأخطبوط في الحقيقة اسمها لوامس مش أذرع. محدش سأله، اللعبة كانت ماشية كويس، هو بس كان لازم يقول كده. هو فعلا نفسه يشارك مع الأطفال، بس مش عارف يوقف الجزء في دماغه اللي لازم يكون صح حتى لو الكل عايز يلعب بس. ناس كتير قابلوا حد بالظبط كده، وده غالبا السبب اللي بيخلي رد الفعل عليه قوي كده. وبعدين عندك الجد بوب، في ناس من المعجبين ما كانوش حتى عارفين انه لسه عايش، كان في نظرية لفترة انه توفى. لما ظهر لأول مرة في حلقة الفلاش باك حكاية خرافية ما كانش فاكر اسم ابنه حتى، وما عملش اي حاجة تساعد باندت انه يتكلم تاني. هو اب ببساطة مش بياخد باله كتير، وده الجزء اللي المعجبين مش قادرين يسامحوه عليه. بيظهر تاني في حلقة اللافتة بعد ما كان في الهند، وده بيخلي فيه أسئلة أكتر من الإجابات. لسه الحكم مش واضح على جد بوب. دلوقتي خلينا نروح للجانب المحبوب، وفي شخصيات رائعة هنا. سنيكرز مش بياخد وقت كبير على الشاشة، بس المعجبين اللي بيحبوه مخلصين ليه جدا. هو كلب قصير الرجلين ودايما بيجي آخر واحد في كل سباق، وعمره ما بان عليه إنه متضايق من ده، هو بس بيكمل وبيشجع كل اللي حواليه وهو لسه وراهم بخطوات. في حاجة فعلا مبهجة في شخصية عندها عيب أو نقص ومش بتخليه مشكلة لحد، هو بس بيظهر وبيستمتع. المعجبين بيحبوا ده فيه.
موفن بتكون موجودة في القائمتين حسب انت بتسأل مين. في ناس بتحبها جدا، هي فعلا مضحكة وصعب تتوقع تصرفاتها وبتضيف طاقة لكل حلقة. المسلسل ما كانش هيبقى فيها من غيرها، بس في مشاهدين كتير بيلاقوها مرهقة. انهياراتها العصبية واقعية زيادة عن اللزوم، ولو سبق وتعاملت مع طفل صغير ما خدش كفايته من النوم، بعض حلقات موفينج بتحسسك انها مش كوميديا، اكتر شبه فلاش باك. هي مش المفروض تكون سهلة، هي طفلة لسه ما عرفتش تتحكم في نفسها، والمسلسل عارف هو بيعمل ايه معاها بالظبط، حتى لما بيكون صعب تتفرج عليها. كاليبسو واحدة من أكتر الشخصيات المحبوبة في المسلسل كله. هي أذكى وأوعى مدرسة ممكن تتخيلها. هي بتفهم اللي طلابها بيمروا بيه من غير ما يحتاجوا يشرحوا. هي بتوجههم علشان يحلوا مشاكلهم بنفسهم. وفي حاجة شبه السحر في الطريقة اللي بتتعامل بيها، حاضرة بهدوء. عمرها ما كانت متسلطة، دايما عارفة اللحظة محتاجة ايه بالظبط. كل معجب بيفتكر كاليبسو. جون لوك ظهر في حلقة واحدة بس المعجبين اللي بيحبوه صوتهم عالي في الموضوع ده. هو اللابرادور اللي بيتكلم فرنسي، واللي بلوى قابلته في المعسكر وكان في ارتباط بينهم على طول وبصدق. الناس بتحلم انهم يشوفوه يرجع ويلعب دور اكبر في مستقبل بلوى. ظهر مرة واحدة بس، ومن ساعتها وهو حاضر بقوة وسط الفانز. راستي يمكن أكتر شخصية جانبية محبوبة في المسلسل كله. أبوه في الجيش، وده معناه إنه بيتعامل مع الغياب وعدم اليقين كجزء طبيعي من حياته، وبيعمل كده من غير ما يخليها مشكلة لأي حد تاني. هو بس بيكمل حياته، بيلعب بعدل، بيعامل الكل كويس، وبيخلي أي لعبة تبقى أمتع أول ما ينضم ليها. حلقات زي الجيش والكريكيت بتأثر في الكبار بشكل خاص لما تفهم السياق اللي راستي عايش فيه في البيت. كتير من الأهالي كتبوا تعليقات بيقولوا إنهم بكوا وهم بيتفرجوا على الحلقات دي. ده مش رد الفعل اللي بتتوقعه وإنت بتتفرج على كلب صغير أحمر بيلعب كريكت. فريسكي محبوبة من الكل، هي أعز صاحبة لتشيلي العرابة بتاعت بلوى، وطرف في واحد من أحسن الثنائيات في المسلسل. هي حنينة دافية ودمها خفيف بطريقة طبيعية جدا. اللافتة أدتها واحد من أحسن المسارات العاطفية في المسلسل كله. مفيش حد عنده كلمة وحشة يقولها عن فريسكي. تشيلي هي كل حاجة بانديت بيمثلها للبنات وكمان أكتر. هي قوية صبورة وبتحب بعمق وبهدوء أكتر. واحدة قادرة في بيت هيلر بتحمي أحلام بنتها وبتقف جنب عيلتها حتى وهي تعبانة جدا، وبتعمل كل ده من غير ما تعمل منه موضوع كبير. تشيدي تستحق كل الحب اللي الفانز بيدوهولها. بنجو محبوبة من الكل تقريبا. السبب هو إن كل حاجة بتعملها بتحسها حقيقية. بتتحمس زي ما العيال الصغيرين بيتحمسوا فعلا، بتزعل زي ما العيال الصغيرين بيزعلوا حتى لما بتكون صعبة. بتفهم بالظبط هي ليه بتتصرف كده. علاقتها مع بلوى هي قلب المسلسل. بيتخانقوا بيختلفوا، بس الدفى اللي بينهم دايما موجود. وبنجو مش مجرد شخصية مساعدة، عندها حلقات خاصة بيها وقصص خاصة بيها ولحظات بتشيل فيها القصة كلها لوحدها. ماكنزي واحد من أكتر الشخصيات المحبوبة وسط كل الفانز. هو هادي وذكي وطيب وبيناسب بلوى بشكل مثالي. بطريقة ما المسلسل كان بيبني على ده بهدوء. من سنين الفانز بيحبوه جدا، وبالنظر لكل اللي نعرفه عن مستقبل بلوى في فرصة كبيرة إن ماكنزي يبقى أهم في القصة قدام. وبعدين عندنا بانديت، ومفيش كتير ممكن يتقال عن بانديت اللي متقالش قبل كده 100 مرة، بس السبب اللي الناس بتحبه عشانه محدد جدا، لأنه مش كامل. بيغلط، بيتعب، عنده أيام وحشة ملهاش علاقة بولاده، بس دايما بيكون موجود. اللي بلوي عملته مع بانديت واللي أغلب المسلسلات ما بتعملوش إنها قدمت بانديت كإنسان متكامل، عنده رغبات وإحباطات ولحظات أنانية حقيقية، وبعدين بيحط كل ده على جنب عشان اللحظة بتتطلب كده. عشان كده هو مؤثر جدا، وعشان كده بانديت هيلر ممكن يكون أكتر أب كرتوني محبوب اتعمل. وزي دايما هشوفكم في الفيديو الجاي.